أحمد عبد القادر إلى أهلي طرابلس الليبي بنسبة 80%. تعرف على ما حدث. كشف موقع ترانسفير ماركت عن اقتراب أحمد عبد القادر من الانتقال إلى نادي أهلي طرابلس الليبي، مؤكدين على أن نسبة انتقال اللاعب إلى النادي الليبي حتى الآن تصل إلى نسبة 80%. والجدير بالذكر بأن مسؤولو النادي الأهلي أكدوا على أنهم يرحبون ببيع عبد القادر والاستفادة المالية من رحيله بدلا من رحيله المجاني والمباشر إلى نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي. لذا يرغب النادي الأهلي في الحصول على أموال نظير رحيل عبد القادر والاستفادة من رحيله ماليا بدلا من رحيله. وفي النهاية تبقى كلمة: عبد القادر وأليو ديانج بيكشفوا عن الفشل الإداري في النادي الأهلي. بمعنى أنت السنة اللي فاتت طلعت عبد القادر إعارة وطلعت أليو ديانج إعارة، يبقى المفروض قبل ما كانوا يطلعوا إعارة كانوا على الأقل يمددوا 2-3 بحيث بعد ما يرجعوا من الإعارة يكون لسه عقدهم ممتد. ولكن شوفوا كده بيراميدز عمل ايه لما طلع محمود صابر للإعارة، مش مدد له سنة زي ما الأهلي عمل مع عبد القادر وديانج السنة اللي فاتت، لا ده مدد لهم 2 و3. ولكن الأهلي قبل رحيل عبد القادر وديانج على سبيل الإعارة السنة اللي فاتت مدد لهم فقط موسم واحد بدلا من موسمين أو 3. فعشان كده النادي الأهلي من السنة اللي فاتت وهو إداريا ماشي غلط. عشان كده الأهلي خسر كل البطولات ما عدا الدوري، والأهلي ماشي غلط حتى الآن بالإصرار على المدرب ريبيرو.